السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير ولقاكم فيديو في احسن الاحوال واحسن الظروف. اليوم غادي نتكلم لكم على ريحه العرق، يعني الريحه ديال العرق الكريهه. كاين بزاف الناس اللي كتخرج منهم واحد الريحه اللي ما كتقدرش تشم، يعني ما كتستحمليهاش لا شميتيها. اليوم غنعطيكم هاد موزيل العرق اللي غادي نصايب لكم اليوم، اكيد ان شاء الله غادي ينفعكم وغينفع حتى الوليدات ديالكم، يعني الوليدات اللي في سن المراهقه. راكم عارفين الوليدات ملي كيبلغوا كتولي كتفرز منهم واحد الريحه اللي كتكون شويه مجهده بالنسبه لريحه العرق. اليوم غادي نعطيكم بالنسبه للبومادات اللي عندي، وتقدروا نتوما تستعملوا اي بوماده عندكم، يعني من الاختيار ديالكم. انا غنعطيكم غير الطريقه والفكره، وانتم كما قلت لكم لكم الاختيار. نمشيو اول حاجه غنهضروا على هذه البوماده هذه اللي بزاف الناس كيهضروا عليها في اليوتيوب ودايره واحد الضجه اللي هي واسعه في اليوتيوب، كيتكلموا عليها الناس يعني على حسب التجربه ديالهم وعلى حسب الناس اللي مختصين في هذا الميدان هذا ديال الادويه. اليوم ان شاء الله كما قلت لكم هذه الوصفه هذه عن تجربه خاصه بيا، وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم حتى نتوما تستافدوا منها. وبالنسبه لهاد المكونات راه هما الثمن ديالهم غير مكلف على قد الجيب، وكما قلت لكم كتعطيكم واحد النتيجه اللي هي زوينه بزاف. وان شاء الله تبعوا معايا الطريقه ديال الاستعمال، وفي نفس الوقت نهضروا على هاد البومادات اللي غادي نشارك معكم. حاجه غادي نهضر على هاد ديفلامول. كاين بزاف الناس اللي هضروا عليها، كاين بزاف الناس اللي استافدوا من الفوائد ديالها، وكاين الناس اللي نفعتهم وكاين الناس اللي ما نفعتهمش. بالنسبه لي انا كتجربه مع هاد ديفلامول صراحه نفعتني. بالنسبه مثلا الا كان عندك السواد تحت الابطين، يعني واحد السواد اللي كيكون خفيف، ما كنهضرش على واحد السواد اللي كيكون قديم بزاف وعاد كتبغي تبيضيه، راه ما كيتبيضش يعني بواحد السرعه، يعني خاصك واحد الوقت اللي يكون شويه طويل باش كتحصلي على واحد البياض. بالنسبه للاخوات اللي عندهم هذاك السواد اللي كيكون خفيف تحت الابطين، ممكن تستعملوا هاد البوماده هذه، راها كتحيد السواد اللي كيكون خفيف. باش نكونوا واضحين ونكونوا يكون هذا الفيديو باش يستافدوا منه الناس اللي عندهم هاد التجربه، ولا الناس اللي ما عندهمش تجربه مع هاد البوماده هذه، يعني الناس اللي بغاو يجربوا هاد البوماده على حسب البياض، لا على حسب المنطقه الحساسه او بالنسبه لتحت الابطين، راها كتبيض يعني نقولوا حنا ديك الكحوله اللي كتكون عاد جديده، ماشي الكحوله اللي كتكون قديمه. يعني الكحوله اللي كتكون قديمه ضروري غتزيدوا هاد البوماده هذه ديال السيكاتريس. هاد البوماده هذه ديال السيكاتريس حتى هي كتحيد الكحوله، كتحيد الكحوله اللي كتكون قديمه، ولكن بالتدريج يعني بشويه بشويه. انت ملي كديري هاد البوماده هذه كداوميها كتحيد لك، يعني كتبدا تنقص لك. ولكن كما قلت لكم بالنسبه لهاد ديفلامول راها ما كتحيدش الزروقيه اللي كتكون قديمه بزاف، يعني لاطراس اللي كيكون قديم وعنده واحد المده طويله. اليوم غادي نعطيكم هاد المزيل العرق، وانا متاكده بالله غادي ينفعكم بزاف بالنسبه للاخوات اللي كيديروا لاصيغ تحت الابطين، وحتى بالنسبه للمنطقه الحساسه. هاد الوصفه هذه اكيد ان شاء الله غتنفعكم، وبين الفخذين يعني بين الفخاد هاد الوصفه ان شاء الله غتستافدوا منها. الثانيه ما نسيت باش ما قلت لكمش المكونات اللي كاينين في هاد ديفلامول. كاين فيها واحد الكميه قليله ديال الزنق. بالنسبه للزنق هو اللي كيفتح لينا البشره، يعني كيعطينا واحد اللون اللي هو فاتح. انا كنهضر كما قلت لكم مثلا الطفل ملي كيكون طايب، بالنسبه لهاد البوماده هذه ديال الاطفال ملي كيكونوا يعني طايبين في المنطقه الحساسه، كيكون هذاك الحميمار، يعني كيكون الجلد ديال الطفل كيكون احمر او لا بعد الاحتكاك يعني مع الحفاضه، كيوقع ليه هذاك الطياب. باش نوضح لكم الفيديو اكثر، كتاخذوا هاد ديفلامول وكديروها للطفل ملي كتكون عنده واحد الطياب اللي كيكون خفيف. ما كنهضرش على داك الطياب اللي كيكون اللحم كيكون منكول، ما كتقدروش ديروا ليه غير هذه بوحده، كديروا ليه الدواء الاحمر هو الاول، كتخليوه غير ينشف عاد كديروا ليه هاد الديفلامول. يعني بالنسبه للاطفال اللي بغاو يستعملوها للاطفال، بالنسبه للثمن ديالها راه داير 10 ديال الدراهم، ما غالياش بزاف. بالنسبه كما قلت لكم الكميه اللي فيها ديال الزنق يعني فيها واحد الكميه قليله، ولكن هذاك الزنق اللي فيها هو اللي كيفتح لكم البشره وكيحافظ على البشره ديالكم. صافي هنايا غادي ناخذوا ديفلامول، غناخذوا هاد البوماده هذه دايره 10 دراهم، وغناخذ هاد بيبي سات. بالنسبه لهاد بيبي سات هذه علاش انا اختاريتها لكم؟ لحقاش فيها ريحه زوينه. حنا في نفس الوقت غادي نحيدوا هذيك الريحه ديال العرق الكريهه، وغادي نرطبوا المنطقه ديال تحت الابطين،
وفي نفس الوقت غادي تحيد لينا هذيك الزروقيه، يعني هذاك لاطراس اللي كيكون بالنسبه للاخوات اللي كيديروا لاسيغ. كما كتعرفوا الاخوات في الصيف كيبغيو يتعراو وكيكون عندهم واحد الاحراج ملي كيكون تحت الابطان كيكون واحد اللون اسود. حتى بالنسبه للعنق البنات تقدروا ديروا هذه الوصفه. الا كان عندكم العنق ديالكم فيه الكحوله تقدروا ديروا هذه الوصفه هذه، هذه الخلطه السحريه انا سميتها الصراحه راها زوينه وغتنفعكم انا متاكده. بالنسبه لهاد البوماده بيبي سات حتى هي راه زوينه بزاف بالنسبه للاخوات ولا الاخوان اللي عندهم العنق ديالهم كيكون اسود، يعني كيكون فيه واحد الكحوله اللي كتكون غامقه بزاف مغلوقه، يعني ما كتقدرش تحيد وكتحشمهم بطبيعه الحال، خصوصا الناس مع العمل ديالهم مع الخدمه او لبستوا شي حاجه بيضاء يعني كيبان هذاك السواد في العنق. باش تقضي على هذا السواد اللي في العنق هذه عن تجربه، هذه الوصفه بالنسبه للاخوات وبالنسبه للاخوان هذه عن تجربه خاصه. كتحيد الكحوله اللي كتكون في الكوعين وكتحيد الكحوله اللي كتكون في الركبتين، يعني كتكون في الركبه الانسان معصله ولا الركبه ديالو كتكحل، والنسبه للكحوله اللي كتكون في العنق يعني في الرقبه. كيفاش غادي نقضيو على هذه الكحوله هذه؟ غتاخدي بيبي سات راه كدير غير 10 دراهم، غتاخدي واحد الحك هكا يكون ديال اي كريم كنتي كتستعمليها وما بقاتش عندك، كتحتفظي بهاد البواطات هادو، انا كنحتفظ بهم الصراحه راه كينفعوني. غتاخدي الكريم بوماده ديال بيبي سات غديريها كامله هنا وغتزيدي عليها معلقه ديال نشا الذره خطيره للتبييض، كتعطيك واحد البياض ما نقول لكمش البنات، خصوصا الناس اللي عندهم الكحوله كما قلت لكم مجهده. وديروها وردوا عليا. كتاخذوا بيبي سات كنعاود لكم الوصفه، وكتاخذوا معلقه ديال نشا الذره وكتخلطوا المكونات وكديروهم على الرقبه بالليل، يعني الرقبه ديالكم العنق ديالكم كطليوه كامل بالليل. الصباح ملي كتفيقوا كتاخذوا صابون الحجره اولا صابون الطوس وكتغسلوا غير العنق ديالكم. وشوفوا مده ديال 3 ايام وانتم كتستعملوا هذه البوماده هذا وشوفوا واحد التغيير بالنسبه للرقبه كيفاش غادي تولي. وما لا كملتوها اسبوع ولا جوج ما غيبقى فيكم حتى شي حاجه. وكنتمنى هاد الوصفه هذه تجربوها. المهم غنمشي لكم دابا المزيل العرق اللي غادي نوجد لكم ان شاء الله. بالنسبه لهذا المزيل العرق البنات اللي غادي نعطيكم راه عن تجربه جربتها انا، زوينه بزاف وكتنفعني. انا كندير لونطريما وكتعجبني هذه الوصفه هذه وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. صراحه ملي كنمشي كنتريني ما كتبقاش فيا هذيك الريحه ديال العرق، كنحس براسي مرتاحه، ما كتخرجش لك هذيك الريحه اللي كتكون مجهده. يعني اي واحد كل واحد والريحه ديالو كيفاش كتخرج على حسب الانسان البشره ديالو، يعني على حسب الجلد ديالو. صافي هنا غادي ناخذ هاد البواطه هذه، يعني اي بواطه عندكم تقدروا تستعملوها. اول حاجه غادي ناخذ هاد البوماده هذه. بالنسبه للبوماده البنات راها زوينه، وبالنسبه للطريقه ديال الاستعمال راها مهمه في هذه الوصفه هذه. راه ماشي غنجيو نستعملوا هذا الكريم هذه اولا هذه الخلطه بلا ما نعطيكم ان شاء الله الطريقه ديال الاستعمال ديالها. اول حاجه غادي ناخذوا هذه البوماده غادي نحلوها بهذه الطريقه، وغادي ناخذوا اي بوماده نتوما بغيتو، ماشي ضروري تكون هذه، اي بوماده ديال الاطفال ديال الطياب غتاخذوها من الفرماسيين، يعني نتوما لكم اختيار. الا كان عندكم شي بوماده معينه يعني كتستعملوها ولا اي بوماده نتوما كتعجبكم وريحتها زوينه غادي تاخذوها. بالنسبه لهاد البوماده هذه ماشي شي ريحه فيها زوينه، المهم ريحتها عاديه. هذه الطريقه انا ما غاديش نديرها كلها، نخلي واحد شويه. المهم نتوما ديروها كامله وراه كدير لكم واحد المده وتقدروا تقسموها على 3 ديال البواطات. الا كانت عندك بنتك صغيره حتى هي كتخرج منها الريحه ديال العراق، ولدك يعني كما قلت لكم تقدروا تستعملوها على 3 المرات. الزوج ديالك يعني كما قلت لكم كتستغلوا هذه الوصفه هذه. صافي هنا غادي نزيدوا بيبي سات راها موجوده عند مول الماكياج، كتاخذوها حتى هي كدير 10 ديال الدراهم، يعني ما غالياش. وبالنسبه لانا هذه الكميه اللي غتبقى ليا غنديرها مع النشا وغنديرها ما بين الفخاد وغنديرها الكوعين وهذا الركبتين، يعني هذيك لاطراس غير ديال الصله انا كتبقى ليا. وراه كما قلت لكم حتى بالنسبه للعنق راه هذيك الطريقه اللي شرحت لكم قبيله راه زوينه بزاف. هنا شنو غنزيدوا على هاد البومادات اللي درناهم بجوج؟ غنزيدوا عليهم اي نوع ديال الطالك كيعجبكم نتوما، اي نوع ديال الطالك ديال الاطفال كيعجبكم تقدروا تزيدوه. علاش انا اختاريت لكم الطالك ديال جونسون فيه ريحه زوينه بزاف. هنا غادي ناخذوا الطالك وغادي نبداو نكبوا في هاد البومادات، يعني نزيدوهم على البومادات. تقريبا هنا درت معلقه صغيره ديال الطالك. انا غادي نبدا نزيد علاش الطالك كينشف لكم تحت الابطين، ما كيخليش هذاك العرق يخرج بزاف وما كيخليش هذيك الفزوقيه. هنا صافي غادي نبداو نخلطوا هاد الوصفه بهذه الطريقه هذه. ثيقوني البنات راه هاد الوصفه هذه راه لا جربتوها ما غتبقاش تخطاكم.
بالنسبه للطريقه ديال استعمال هذه الوصفه اولا هذا المزيل العرق فوقاش نقدروا نستعملوه، واش نقدروا نستعملوها سهام؟ يعني نتوما كتسولوني مثلا تقدروا تستعملوه قبل الغسيل، يعني قبل ما نغسلوا مثلا حنا عرقانين ونجيو ونلبطوا هذه الكريم هذه، لا يعني استعمال خطا. علاش خطا هذاك الاستعمال؟ بالنسبه لهذوك البشوجم هذوك البوماطات كيسدوا المسام ديال البشره، ملي كيسدوا لك المسام يعني كيقدروا يتسبوا لك في الحبوب اولا في الولسيس، يعني الولسيس كيولي عندكم تحت الابطين ديالكم. حنا باش نتجنبوا هذه المشاكل هاد المشاكل هادو غادي نقول لكم الطريقه ديال الاستعمال. اول حاجه كتدخلوا للدوش كدوشوا، من كدوشوا كتحيدوا هذيك الريحه ديال العرق وكتحيدوا هذاك الوسخ، كتخرجوا من الدوش كتسناو تقريبا واحد الساعه في المكانه حتى كيتسدوا هذوك المسام اللي تحت الابطين صافي، وكتاخذوا غير واحد شويه. حتى بالنسبه للاطفال غديروا لهم نفس الطريقه حتى يغسلوا عاد يقدروا يستعملوا هذا مزيل العرق، ما يستعملوش على الوسخ اولا فيكم ريحه العرق وجيتوا واستعملتوا هنا كديروا واحد الخطا يقدر يتسبب لكم في الحبوب اولا في الوسيس. صافي هذا هو الكريم، ها هو واجد على الطريقه هذه كما كتشوفوا. هذا هو القوام ديالو. هذا تقدروا كما قلت لكم تقسموه على 3 ديال المرات، يقدر يديروا حتى الزوج، راه ما فيه حتى شي ريحه كريهه، بالعكس الريحه ديالو زوينه وغادي يتقبلها الشم احسن من ريحه العرق. غادي تاخذوا غير شويه وغادي تستعملوه تحت الابطين، ملي غتعاودوا الاستعمال الثاني فوقاش حتى تعاودوا تدوشوا. حتى بالنسبه للاخوات اللي ما بغاوش يدوشوا يقدروا يغسلوا تحت الابطين بالصابون وشويه الماء دافي، عاد يقدروا يعاودوا يستعملوا هذا الكريم هذا. بالنسبه لهذا الكريم هذا كيعطيك واحد الريحه زوينه، وكما قلت لكم كيشد لكم واحد المده طويله وما كتخرجش هذيك الريحه ديال العرق الكريهه. نتمنى هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم، وما تنساوش تخليو لي واحد اللايك باش تشجعوني باش الفيديو ان شاء الله يستافدوا منه بزاف ديال الناس اللي عندهم هذا المشكل. وبصحه وراحه ومع السلامه.